مرحبا حبايبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير. اليوم رح نعمل مع بعض فتة الحمص. صحيح فتة الحمص فيها كتير خطوات، بس بالآخر النتيجة بتكون زاكية وبتنبسطوا في الأكلة. رح نبدأ مع بعض. أنا عندي هنا نص كيلو حمص كنت نقعاه من بالليل، يعني تقريبا 8 ساعات، وحطيته على النار يتسلق. أول ما تغلي عندي وتطلع هذه الريم أو الرغوة البيضة رح نرفعها ونخلي الحمص يستوي على مهله. أخذ معي تقريبا 3 ساعات. وهنا عندي بطاسة تانية كنت مقلبة شوية بصل مفروم، هنا 3 بصلات مفرومين ناعم. قلبتهم بشوية ملح عبال ما تطلع كل ميتهم، بعدين بحط عليهم الزيت. وهنا عندي لحمة، نص كيلو لحمة مفرومة خشن اللي راح استخدمها على فتة الحمص. طبعا اللي هي هذه اللحمة اللي معصقة، كتير مسهلة طريقتها. شوية بصل ولحمة، وأول ما تستوي معنا اللحمة رح نضيف البهار، ملح، فلفل أسمر وقرفة، هي هاي البهار الأساسية. وما بنضيف البهار بالاول حتى اللحمه تستوي بدون ما تشد معايا. زي ما انتم شايفين هنا رشيت الملح، وهيك بكون تاني خطوة عملتها اللي هي اللحمة ستويتها. هنا عندي الخطوة الثالثة، الخبز اللي راح استخدمه بفتة الحمص. عندي 3 انواع للخبز، ممكن يكون خبز ناشف عندك، او خبز تحطيه بالفرن تحمصيه، او فرن او الخبز تقليه. انا هنا عندي الخبز قليته، وقطعته في المقص او قصيته في المقص عشان يكون عندي حجم قطع الخبز متساوية. وبهيك بكون تاني خطوة خلصتها، عملت اللحمة وعملت الخبز. هلا الحمص هنا عندي استوى بعد تقريبا 3 ساعات سلق، خليته يستوي على الاخر. هلا انا راح اول اشي هنعمه، هطحنه في النوع اللي عندك، اي محضر طعام او اي اشي بيطحن الاكل عندك، كبة، كيتشن ماشين، الخلاط، اي اشي متوفر عندك تقدري تنعمي فيه الحمص استخدميه. هنحط شوية من مية الحمص وعلى الحبات الحمص عشان اقدر انا انعمه معايا. وزي ما انتم شايفين هنا انا هلا بنعمه، ببلش اطحن فيه. هنضيف كمان النص كيلو حمص اخذ معي مرتين على حجم الكبة هاي عشان انعمه. طبعا قد ما انا انعم فيه ما راح يكون عندي كريمي وناعم زي اللي بنجيبه من المحلات ومن السوق، بس على قد ما بقدر بحاول انعمه. وهي كانت عندي الخطوة الاولى. هلا راح افضيه بجاط او باي وعاء عندك ممكن تحطي، ونكمل طحن الحمص الباقي عندي. طلع كيف لونه اصفر وطبعا كانت الريحة خطيرة، لسه حتى كمان قبل ما اتبله او ابهره. وهلا راح اضيف المجموعة الثانية. هنا انا حطيت تلج، التلج راح يخلي معايا لون الحمص افتح، وكمان راح يديني نعومة اكتر وانا بطحن فيه. وهنا زي ما انتم شايفين خلصت الخطوة الثانية. وهلا رح نيجي لكمان جولة من التنعيم، ورح نضيف له لكل زي ما انتم شايفين لكل معيار الكبة هاي بحط معايا 1 زبادي حجم صغير، و3 معالق طحينة، وعصير ليمونتين. زي ما انتم شايفين هنا بحط 3 معالق طحينة، وبحط من عصير الليمون. هنا انا عصرة 6 حبات ليمون صغار، يعني تقريبا 3 ليمونات صغار على كل خلطة. طلعوا هنا كيف بيتغير معي لون الحمص وفتح. لما اضيف الزبادي والطحينة عندي لون الحمص بيفتح. راح اضيف، لسه انا هلا ولا حاطه اي نوع من انواع البهار، حتى ملح لسه ما كنتش حاطه. راح اضيف هلا الحمص اللي انا صار واصل عندي هيك للنتيجه انا برضى فيها حلوه وكويسه، مش ماسك معايا كتير، مش ولا سائل كتير، متوسط، يعني يبقى هيك كريمي حلو. وراح نعمل الخطوة الثانية، راح اضيف باقي طبعا الحمص مرة تانية واخلطه. نفس الاشي بنضيف زبادي، يعني نص كيلو حمص اخذ معي 2 زبادي صغار و6 معالق طحينة، يعني تقريبا كوباية كوباية وربع من الطحينة. راح اضيف كمية الليمون اللي انا كنت عصرة، وبهيك بكون عندي الحمص جاهز. هيك بكون جهزت ثالث خطوة في الفتة الحمص تبعتي. طبعا ملحته كويس، ضليت اضيف ملح وادوق بالتدريج، ما تحطيش ملح كتير مرة واحدة، بلش يطلع معاكي مالح، حطي شوي شوي ودوقي بالتدريج. وهلا راح نبلش بخطوات اللي هو ترتيب الفتة. راح نجيب اي نوع بايركس عندك او صينية بتحبي تستخدميها، وهننزل بالخبز المقلي اللي انا كنت قلياه قبل بوقت. وهلأ بس نضيف الحمص المقلي، رح نعمل اشي اسمه التشريبة. التشريبة اللي رح اسقي فيها هذا الخبز لحتى يطرى معايا شوية.
التشريبة أنا بستخدم فيها مية الحمص اللي سلقتها، اللي سلقت فيه الحمص ضلت عندي مية الحمص. لو هي بردت معاكي قبل وانتي بتكوني باقي الخطوات، برجع بسخن مية الحمص اللي كنت سلقة فيها الحمص أساسا، وبخليها تسخن معايا عشان أعرف أستخدمها في التشريبة. وبخلي شوية يعني زي ما غرفتين حمص في الآخر ما بطحنهم. هنا بحط اللي هو مية الحمص أو مية سلق الحمص، وراح أضيف لها ليمون، وراح أضيف لها كمان 3 دروس توم أنا هرساهم، أو ممكن تدوقيهم كتير ناعم. زي ما انتم شايفين هنا عندي. طبعا أنا مية الحمص زي ما قلت لكم رجعت سخنتها. هي صح خطواتها كده كتيرة شوية، بس الآخر الطعم بيبقى كتير زاكي. راح نحط الليمون اللي أنا كنت عصراه، وكمان راح نحط الثوم اللي كنت هرساه، ونقلبهم مع بعض، وبنرش المنكهات اللي هو الملح والكمون. ولو بتحبيها تكون حرة شوية ممكن تحطي فلفل أخضر تقطعيه ناعم، أو تحطي فلفل شطة اللي هي الحمرة زي البهار. طبعا هنا مش رح اقدر اوصف لكم ريحة الاكل قديش طلعت زاكية. ريحة الثوم مع مية الحمص مع الليمون، بصراحة كانت الريحة كتير كتير زاكية، والطعم كمان زي ما انتم شايفين هنا. الملح طبعا والبهار حسب الرغبة. وببلش اقلب فيهم واسقي فيهم الخبز اللي انا كنت قليه. هذا بالنسبة، هذه بنسميها اللي هي خطوة التشريب او التسقاية. هنا زي ما انتم شايفين بضيف لها كمون وبقلب فيها. ايش ممكن ناكل جنب الاكلة هاي؟ انا عاملة طبعا صحن خضرة، حاطة بصل اخضر، شوية مخللات، زيتون، مثلا فجل، فلفل مكبوس. كل هاي الاشياء بتبقى بتفتح النفس، وبتبقى كتير كتير زاكية مع الاكلة هاي. وراح نبلش نضيف بالتدريج التشريبة اللي انا كنت عاملاها. هلا بالنسبة للحمة اللي أنا كنت قلياها بالأول، بالنسبة لفتة الحمص ممكن ما تحطيش لحمة خالص، ممكن تقلبي كبد، ممكن ما تحطيش ولا لحمة ولا كبد، ممكن تقلبي شوية مكسرات، ممكن تحطي لحمة ومكسرات، أو بصل تزينيها بالسماء وبالكمون وبرشة مكسرات خفيفة، شوية لوز تقليه أو شوية صنوبر حسب الرغبة. يعني مش ضروري إن أنا حطيت لحمة يعني هي بتنحط عليها لحمة، لا، هذا إشي اختياري كيف بتحبي تاكليها. ممكن تستبدلي اللحمة المفرومة بكبد، ممكن ما تحطيش خالص وتحطي بس شوية مكسرات، طبعا حسب الرغبة وحسب الطعم اللي بتحبي تاكليه. وزي ما انتم شايفين هنا اخدت شوية حمص من اللي انا طحناه وبقلبه هيك عشان اطري الخبز، وبالاخر رح افرد الحمص على وجه البايركس تبعي. طبعا على قد ما اقدر حاولت اطلع الحمص نفس الطعم اللي كنت اكله في غزة. بصراحة كان الطعم يعني لما تكون في البلد مش هتحس مثلا بزكاوة الأشياء اللي انت بتاكلها في بلدك، أو مثلا يا الله على فنجان القهوة مع ماما الصبح، أو على سندويشة الحمص لما تشتريها وانت ماشي بالسوق وتاكلها. وانت في بلدك بتحسها انه اشي عادي، ممكن ما تحسش انك تستفقدها في يوم من الأيام. بس لما تسافر وتبعد عن المكان اللي انت اتربيت فيه وعشت فيه، تتغرب. يعني صح مصر مش غربة وكتير قريبة على فلسطين، بس برضو انه انت في مكان غير المكان اللي انت اتعودت تعيش فيه، بتحس انك تصير تفتقد كل الاشياء البسيطة هاي اللي كانت في حياتك اليومية ممكن ما تنتبه لهاش اساسا. وطبعا بنبلش ان اغطي كل جوانب البايركس زي ما انتم شايفين هنا عندي. هنا البايركس هذا اخد معايا نص كيلو حمص كامل، يعني نص كيلو حمص قد الوجبة هاي. وببلش طبعا افرد فيها واشيل الزوايد اللي على البايركس تبعت الحمص. وبالنسبة لفتة الحمص كمان، غير قصة اللحمة أو نوع البروتين اللي بدنا نحطه عليها، ممكن كمان بالنسبة للقدحة ممكن تحطوا لها زيت زيتون بس، وممكن نقدح لها معلقة سمنة كبيرة أو مغرفة سمنة ونحطها على الوجه، برضو بتديها طعم مميز. وأنا رح أعمل معاكم هيك، رح أقدح لها بالسمنة. وتقريبا هذه كانت تاني مرة أعمل فيها فتة الحمص، بس مرة عملتها في البلاد ومرة أول مرة بعملها هنا، لأني اشتقت كتير لأكل صحن حمص. كل ما أكلم حد من أهلي كلنا حمص، اتعشينا فلافل وحمص، أو أكلم مثلا أختي عملت سندوتشات حمص لبناتي، فبصراحة يعني شاهوني الحمص. فقلت خلاص راح أعمل فتة حمص وأجرب
اعمل الحمص في البيت. هنا زي ما انتم شايفين بس خلصت افردها. حطيت رشة سمة ورشة كمون، وهلا راح احط اللحمة. طبعا انا اللحمة كنت عاملاها من بدري فبردت، فسخنتها شوية على الغاز. يعني انا خليتها بنفس الطاسة اللي قليتها فيها، سخنتها شوية على الغاز عشان اقدر احطها تبقى سخنة، وبفردها على كل الجات. طبعا ما كانش عندي افكار محددة للتزيين، اعملها مربعات او افردها على النص، او فردتها على كل الجات زي ما انتم شايفين عندي بالشكل هذا. ببلش افردها بالتساوي على كل المناطق، على اساس اني ايه وين ما حدا يغرف من النص او من على الطرف يكون فيها لحمة، وبقلبها بفردها زي ما انتم شايفين عندي بالشكل هذا. هلا احنا هيك بنكون وصلنا تقريبا لاخر الفيديو. هلا بضل عنا خطوة اخيرة، اللي انا اقدح السمنة على وش اللحمة وعلى وش الحمص، وهيك بنكون خلصنا. بتمنى منكم تكتبوا لي اذا في اي تعليقات على الوصفة، او اذا في اي اضافات، او اذا بتحبوا اعملكم وصفات جديدة سواء حادقة او حلوة، ريت تكتبوا لي بالتعليقات. هلا هنا بفرجيكم الطاسة اللي راح اعمل فيها قدحة عفوا قدحة السمنة. باخد مغرفة سمنة وبسيحها على الغاز لحد لما تسخن عندي على الاخر، وبضيفها على الحمص. طبعا لما اضيفها على الحمص راح تعمل صوت تش. طبعا هذا الصوت ولا اشي جنب الريحة والنكهة. وبهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله تعجبكم طريقتي، وياريت تكتبوا لي بالتعليقات، واشوفكم على خير. سلام.